يواجه وليد الركراكي الناخب المغربي إكراهات حقيقية قبل الكشف عن لائحة المنتخب المغربي المرشحة للمشاركة في المعسكر الإعدادي منتصف مارس الجاري بمدينة أكادير، تتخلله وديتين أمام منتخبي أنغولا وموريتانيا. ويستعد الناخب المغربي للكشف عن لائحة الأسود خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن أنهى جولته الأوروبية، وقف من خلالها على مدى جاهزية اللاعبين المحترفين لخوض غمار التربص الإعدادي الأول بعد المشاركة المخيبة للآمال في كأس إفريقيا الأخيرة. ويرتقب أن تشهد لائحة المنتخب المغربي مجموعة من التغييرات أملتها المستوى العام المتواضع الذي ظهر به الأسود في مشاركتهم الأخيرة ضمن منافسات الكأس الإفريقية، فضلا عن تراجع أداء عدد من اللاعبين مع أنديتهم وتعرض آخرين للإصابة، ما سيفسح المجال أمام عناصر جديدة للدفاع عن مكانتهم في عرين الأسود. ويحتمل أن يرتفع عدد الغيابات في صفوف المنتخب المغربي مقارنة مع تشكيلة كأس إفريقيا الماضية، إما بداعي الإصابة على غرار سفيان بوفل، حكيم زياش، نصي مزراوي، فضلا عن زكريا أبو خلل وسفيان ديوب، أو بسبب اختيارات الركراكي التقنية بعدما تضاءلت حظوظ يحيى عطية الله، يونس عبد الحميد، جواد اليميك، يحيى جبران، سليم أملاح وعبد الحميد صبيري. وفي المقابل توقعت تقرير إعلامية استعانة المدرب الركراكي بعناصر جديدة لتعزيز صفوف المنتخب المغربي بهدف تجسيد تصور تقني جديد للناخب الوطني تحسبا للمرحلة المقبلة، خاصة أمام تداول مجموعة من الأسماء من قبيل إبراهيم دياز، إلياس أخو ومش، نايل العناوي.